ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيد قرب وناوية تعملي استشوار وبيبي ليس وتظهري بأحلى شكل، يبقى لازم تعملي الروتين الصح قبل ما تستخدمي الاستشوار عشان شعرك يفضل ناعم وبيلمع من غير تقصيف. في الفيديو ده هقولك كل حاجة تعمليها قبل الاستشوار خطوة بخطوة، ونصايح حلوة جدا هتخلي شعرك يجنن في العيد وبعد كده كمان. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة تنضفي الشعر صح. قبل ما تستخدمي الاستشوار لازم شعرك يكون نضيف جدا. استخدمي شامبو يكون خفيف وخالي من السلفيت، بينضف الفروة وبيقلل الزيوت والأتربة. لو شعرك دهني استخدمي الشامبو مرتين اغسلي بيه شعرك. لو جاف استخدميه مرة واحدة بس بمية فترة مش سخنة. ابعدي تماما عن المية السخنة عشان بتفتح المسام بتاعة الفروة وبتجفف الشعر وكمان بيخليه يتساقط. تاني خطوة حمام الكريم، او اختاري ماسك يكون تقيل. لحمام الكريم ممكن تستخدمي ايفا كرياتين حلو جدا قبل الاستشوار، او اعملي ماسك طبيعي زي الزبادي وجوز الهند ومعلقة عسل وسيبيهم على شعرك من 15 ل 30 دقيقة، وبعدين اغسلي شعرك كويس بمية فترة. ليه الخطوة دي مهمة؟ عشان شعرك ياخد التغذية الكاملة ويحافظ على نعومته بعد الاستشوار. تالت خطوة معانا البلسم. لو شعرك بينشف بسرعة ممكن تستخدمي بعد الماسك تستخدمي بلسم خفيف وتسيبيه على شعرك لمدة دقيقة. رابع خطوة معانا تنشفي الشعر بطريقة صح. ممنوع فوطة خشنة، استخدمي تيشيرت يكون قطن قديم أو فوطة ميكرو فايبر. وما تتسرحيش وشعرك مبلول، سيبيه ينشف على طبيعته 70% قبل ما تجففيه بالاستشوار. خامس خطوة معانا السيرم أو الحماية من الحرارة. حطي سيرم قبل ما تستخدمي الحرارة زي سيرم لوريال سيرم هيت أو زيت خفيف زي زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا. الخطوة دي بتعمل حاجتين، بتحمي الشعر من الحرارة وبتخلي النتيجة النهائية ملمسها حلو جدا. سادس خطوة معانا تقسمي الشعر. اقسمي الشعر كويس عشان الحرارة تتوزع بالتساوي وتعرفي توصلي لكل خصلة بسهولة من غير ما تكرري الاستشوار عليها. أخطاء لازم تتجنبيها قبل الاستشوار. ما تعمليش استشوار على شعر مبلول تماما، لازم يكون ناشف بنسبة كبيرة. وما تكرريش الاستشوار على مكان واحد لفترة طويلة عشان ما يتحرقش. وما تستخدميش اي نوع زيت قبل الحرارة مباشرة غير لما يكون سيرم كويس جدا للحرارة. وما تستخدميش مشط معدني اثناء الحرارة، استخدمي مشط خشب. نصايح مهمة جدا. لو شعرك تالف قللي استخدام الاستشوار لأقصى درجة، واهتمي بالتغذية السليمة واشربي مية كتير وشعرك هيبان عليه كل حاجة. وقصي الأطراف كل 6 أسابيع أو 8 أسابيع عشان تتجنبي التقصف. بعد العيد اعملي ماسك ترطيب عميق للشعر كل أسبوع عشان تعوضي الضرر. بس كده، خلي شعرك في العيد بيلمع، وافتكري دايما ان الشعر الحلو بيبدأ بالعناية الصح. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجاية. باي باي.